بالله صلى على النبي يا النبي. مالك يا ابو عوض مش طايق روحك ووشك عامل زي الجفا ليه؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ وجبت البلح ده ازاي؟ انا قلبت الدنيا عليه. وتتعب روحك ليه وتلف وتدور؟ ما هايبر مول قدامك اهو. انا كل سنه باجي من اسوان ومعايا احلى بلح اسواني، لا تلاقي في حلاوته ولا في جماله، زي العسل الصافي. واشمعنى بقى البلح الاسواني يا ابو عمو؟ علشان البلح الاسواني يا صاحبي من اجود انواع التمر في مصر، وفي منه اشكال والوان تحير العقول. بص يا سيدي، دي الشاميه، امسك شوف البلحه زي الذهب. ده انت قاصد تغيظني بقى. طب وريني اللي هناك دي. نشنت على الصح يا واد، ده بقى من اجود وافخر انواع بلح في السوق. خد دوق، مش خساره فيك. طب واللي جنبه ده ايه بقى؟ ده السكوتي، واللي جنبه الملكابي، وده الانديلي، واللي هناك ده البياضة. كل نوع احلى من التاني. بقول لك ايه، انا مش فاهم حاجه من الاسامي ديت، بس انا عايز من كل الانواع دي. وماله، مش خسارة فيك، بس بالله عليك تسيب شوية بلح للرجالة الجدعان اللي مربعين كسرنا وبيشوفونا، علشان يعملوا هم كمان غشا في رمضان، وكل سنة وهم طيبين، ورمضان كريم.